اهلا، طبعا جيتكم بفيديو جديد. شفتوا عملت شنو؟ اللي انا عملت الدمعة السودانية، دمعة بطاطس، دمعة رهيبة يا جماعة، جربوها ما هتندموا. تعالوا اوريكم كيف نسويها. هنا عندي 6 بصل قطعته مدور كده، عندي 6 بطاطس قشرتهم مرتين، وعندي هنا المنكهات، عندي معلقتين صلصة، عندي نص كيلو لحمة، وعندي البهارات. هنا في حلة سخن نضيف فيها زيت على النار، نضيف على البصل القبيل قطعناه دوائر، نحمر ونقلب لغاية اللون بيطلع باللون الحلو الذهبي ده. بعدين نضيف لحمتنا القبيل، طبعا اللحمة مخسلة. بعدين نضيف فيها البهارات، عندي معلقة كبيرة ملح، نص معلقة كمون، نص معلقة فلفل حلو، نص معلقة كزبرة، نص معلقة فلفل حار، نص معلقة 7 بهارات، ومكعب ماجد. كبيتهم في اللحم ولخبطتهم، شفتها شكله حلو كيف، وريحته احلى من شكله. هنا ضفنا فيه التقلة بتاع البطاطس. طبعا البطاطس كشرناه مرتين، المرة الاولى سكبناه في الزبالة، والمرة الثانية هو اسمه تقلة بالسوداني عشان الدمعة تبقى تقيلة شوية. ده الفرق بين الدمعة والشوربة، فاهمين؟ يعني لما نضيف التقلة هنا كبت فيه موية، وبعدين كبت فيه المنكهات. عندي 2 ورق غار، قرفة، عودين شطة. الشطة ما حارة، بس الشطة بس لنكهة، بعدين حاجة اطلعهم برا. هنا ضفت فيه موية حبة، شفتوا الدمعة لازم تكب فيها موية حبة، اوكي. بعدين طلعت اللحمة، بعدين سويت البصل بالمضرب اليدوي، ممكن تستخدم مفرقة عادي، بس انا بحب المضرب اليدوي. هنا ضفت معلقة توم ومعلقتين صلصة، ولخبطتهم تمام كده. يلا نجي نضيف البطاطس، نضيف اللحمة كمان عليهم، نضيف لهم موية كمان حبة، نخليهم تنقط بمزاج لما نطلع الوش الحلو ده، اسمه الوش السوداني. شفتوا كده؟ يلا هنا الشكل النهائي. سويت لها كراسة يا جماعة كده، يا حاجة بجنن بجد. ما تنسوا تجربوها، لو جربتوها ما حتندموا. لو حبيتوا وصفات سودانية ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب. نشوفكم مرة جاي، باي.